رابعا نقطة 4 غادي نهضر في أخلاقيات العلم، أخلاقيات أهل العلم. ذا شو نتصرف كاع إقلاقات يسعو مسناو مسناون ذو كفريت العلم. ذا شو نتصرف كاع من الأخلاق إقلاقات نتسعون. تنزواروث الأمانة العلمية. ذا شو معنى الأمانة العلمية؟ الأمانة العلمية معناتها أمينا في النقل، ما إلا يوث نتمسني نغيوث الفكرة يون العلم إن في ديون ما في دينير يناد الفلاني وريلا قارا العلم جمذان الترضي مانيش وإذا قرأ أسفرو ولو كان أسفرو جيون العافذة ترضي الفلاني يوايض نغيماني إلا قد خدمه ما يسمى بالإسناد. ابن المبارك عبد الله بن المبارك شو دينا إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سلم أدغر الأحاديث عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجيهم يقارن السلسلة الذهب يناد الفلاني مثلا يناد عثمان بن عفان يرواد في عمر بن الخطاب يرواد في أبو هريرة يناد النبي صلى الله عليه وسلم. السلسلة الذهب تجيهم يقارن الإسناد هذه اللي هو اللي يجهد يصحى. أما كدير الإمام الشافعي من أسند فقد حمل. الأمان العلمية مطلوبة وقال يتسالوا انت كتابين ما يدمدان باراغراف ما تشينس يسعى لي ريفيرونس قرنسنت المراجع لي سورس قرنسنت المصادر لي سورس المراجع لي ريفيرونس وين يرون ان ارتيكل مقال نغتا كتاب اشد يبوي غير وياض الى قاثن تديني باللي ما تشينس بوياض هذا. كذلك من الأمان العلمية أمذان أي نوري السين على دينو السين غارة ماشي السؤال في ديوسان ذغا غادي يجاوب بلا مسني. النبي صلى الله عليه وسلم شو دينا من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. حديث صحيح رواه الإمام أبو داود. لا شو ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح ضريون في الفضاس الفتوى وري السينة الجواب يصحان أكيد يجاوب بلا مسني كشين يطبق ساغر دنوف ولكن دنوف ثيا وين أكيد يفتان وين أكيد يفتان يغلظ يعمذ ذنتسا راه يرفذم السيئات ذنتسا راه يرفذم الذنوب. وقيل معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو الخلاصة هذا نجبد مور السين غارة يدور السين غارة أكون سمكتير سواء عمر بن الخطاب ينادي العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة هادية أو الله أعلم. مراكد ياسين نستقسي إما السعيد آية لا يا سيدي ربي هذا القرآن الكريم محكمة فان كلارينات واضحة، إما سنة هادية السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ولاش ندوزري غارة ورسين غارة لا أعلم. من قال لا أعلم علمه الله ما لا يعلم. أين ما ديدور السين غارة ربك أكي الصحفظ وكيف كذا مسني ورسينظ. الأدب والسين التواضع أي مثلا وين يسمي فيك ربي العلم إلى يتواضع إلى قد يفان توجور مودست وإلى قال يتكبر على الناس، يعني هذه الحوم تكبر على الناس انه يستبد به العجب أو كالغرور يغتر بنفسه. هذه سعود الغرور ذا القرآن وهذه تكبر في ميزان خاطئ. أوها ربي أكل كيفك ربي ثمسني كيفك ربي العلم أتسعود التواضع أتقرض سي مذان ولا قرد سبع ضد في مذان. ذا الأحاديث يتماثل ديالو مراقين على كل حال أطاس أكون سمكتي غاسيون بوالي نفيد الإمام مالك رضي الله عنه يولواس أبو جعفر المنصور وكي أمير المؤمنين اسمي ديورا الإمام مالك كتاب اسمه الموطأ parmi les sources القرآن ديال الفقه الإسلامي اسمه موطأ الإمام مالك اسمي ديورا ما شاء الله إن يا إمام دار الهجرة مالك بن أنس
الناس لقد عزمت يعني ديسيدير باش الفكر يون الامر ياكل امه فين سلمت اتطبق الموطأ اجيتو في الشيني يون المصدر يون المرجع ينسلم المره. الامام مالك لم يتكبر ولم ياخذ به الغرور يعني ما اغترش وثبوا الغرور ولسي شوف روق ندور ثلاثي زو خاسيني صافي في هذه لوكازيون ام كتاب فيك فرانكيني السؤال ذلا سوسك جلس من المره بعد القران والسنه نسات ولكن شو الناس لا تفعل إناس السلطان الملك أمير المؤمنين إناس خدمة رشد النير أي غار إناس لقد تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار اسمي موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فرقا كل واحد يروح ويروح على الشام ويروح على العراق ويروح على المسار كل واحد يروح أمر كل صحابي يبني العلم أين يكتبنسي العلم النبي صلى الله عليه وسلم علم النبوة أول ناس كيني ناشو كتب كتاب فيه وجميع غير نطع علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان مودست متواضع نكبي غدا شو السنة سي الصحابة ولكن لا الصحابة مكلونا دا يروح مكلونا دا يزرع العلم ينس وخدم على الشياقي فقيت المثال مثل مثال واضح في تواضع العلماء الأدب وسلة العزة ماشي معنى التواضع ينادي لي مذلول لا العالم إلى قد يلي عنده عزة هذه يسعو الأنفة هذه يسعو العزة خاصة أمام السلطان جر السلاطين يقسى عن القوة يقسى عن الحكم أصحاب المال وأرباب المال وألباب الثروة وأرباب القوة إلى قد يسعو العزة لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير باش هذا ما يسعو العزة ماشي التكبر أكل العجب لا يسعو العزة ما كدينا ربي العزة ساعات إساعة ربي يساعة النبي صلى الله عليه وسلم ساعات المؤمنين وخاصة ورثة الأنبياء من أهل العلم خطر العلماء ذنثني إذ الورثة من الأنبياء. الأدب ربعان العمل بمقتضى العلم ربنا تقوليس كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أوها ربي العبد ما لا يسعو العلم هذه طبق شو دين العلم ينس خطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ حديث صحيح رواه الإمام مسلم يتعوذ من 4 يطلب الماء ربي سير 4 الأمور ثم زوروث إنس اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع نغا ربي يتعوذ من ربي سبحانه سي العلم ورننفيع العلم إلى قد ينفع من التجرة الزورة دفك الثمرة أدفك الغلة كذلك العلم لك يثمر أدفك الغلايس أدفك ثمرايس اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع أولو مسار الخشوع ومن نفس لا تشبع فنفسي تمسار ثوانت ومن دعوة لا يستجاب لها ذا الدعاء ونتوقف لا رب سبحانه عز وجل سيقالاقي 4 يسيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم زوروث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الأدب 5 الحرص على نشر العلم وبيانه معنى ولم يفكر بثمسني دون تولي دومين ماشي كان دي علوم الشريعة جميع العلوم ما كنت نشرح الدروس الدرسية عدان يوكس عن تزال العلم كدي فكر ربي نشريث السوضيث فكنيثي ويار نند العلماء لا خير في علم لا ينفع لا ينشر ولا خير في علم أيضا لا ينفق منه ذا شو الخير قلنا ندير العلم والصواب ناري مسناون ذا شو الخير سعى الشيء المال ما إلى الملاقي وريتو الفقراء في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتوصي الصحابة ميدي في كيون العلم يتوصيثن أسني قارة أين السلام سيوض السوياض حجة الوداع يخدمد أعظم خطاب عن الإسلام الخطاب القرآن اللي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذي الخطاب يخدم ذي حجة الوداع
الحجة تنقالوا من بعد يودع يروح في صاص يموت أطري ولي 10 طاس ذا شو دينا أولا قالوا وليبلغ الشاهد منكم الغائب اسمي ديفكا الديسكورينس الخطابينس إن يسوي قاذي حضرا السيوضا إيوي قاذي غاذا والفامس الحديثة ثمسني السائر إلى قد السيوضا ينادي الحديث وايا حديث صحيح رواه الإمام البخاري بلغوا عني ولو آية السيوض في النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يوثلايا يو الحديث صمت السيوضي في وياه هذه في كربي البركة إن شاء الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. لو كان كيدي استقسيون أغفيون سيون استقسي صنوض الجواب الشيني ثبخلوض وتجاوب ضرا يوم القيامة زرب اللي جام شغل صريمة كرمكم الله صريمة يوم القيامة جهنم نار جهنم سرى يتوقن ومثلا يتوشد صريمة جهنم النار أي غير وقي حديث الترهيب باش مثلا يسعى ثمسني إلى قتل السيوض إيويا الأدب أنقروا ويسا الشعور بالمسؤولية. ألور ما تصير مسني صيغ المسؤولية لا شو المسؤولية اللي تصير فرضع ألف باجي مدال ألف المسؤولية أمام الله سير لا ريسبونسابيلتي قدام ربي سبحانه يوم القيامة. المعنى يستمسني يتصير لكن يساقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الإنسان بني آدم يسأل الإنسان عن علمه ماذا فعل به. سيسأل يوم القيامة في العلم كديف ربي ذا شو تخدم الصيص خاطر سمحت لي لو قال لك ساعة العلم سفوغني مذان سيدين العلم نسن أتفضيون لي غرارة كنا ريف دوايتي سين 4 الحروف هذه السفوغ مذان سيدين سين قرب مازال كنا نتظلم أكيد كغير سير دبلوم سير دكتوراه سير كذا وكذا سير ديمودي ذا تصلي ثاقين سير ذا ما بقاش لا صلاة لا زكاة لا رمضان مالك شايم ذا الناس نكلخ سيني وقي ذا مسناو أوقي غراضي الجامعة صفية وليسي صحة طاس بويقا ذي غران يكسوفغني مثانا سكو فريد السوفغن ريير فريد الور سيطا مسني راك مسؤول أمام الله مسؤول الإنسان يسعى العلم مسؤول على علمه إفكاك ربي ذا مسني دون كل دوم أنا كادنيغ إلا قات قرأت حافظ في العلمينك وإلا قات خدم لا ريفيزيون مراجعة وسقرا غير سن غدايل إلا قتلتو أتخدم لا ريفيزيون مراجعة وإلا قات فورتيفي العلمينك أما كادنيغ البداية وإلا قات تصوض القناعة سير العلم أرنوذي العلم فورتيفي أوغمونتي العلمينك بقدر الإمكان راك مسؤول والناد ربي سبحانه الناد وقل ربي زدني علما ولا شان دايفك ربي الأمر بالزيادة إن في صلى الله عليه وسلم سوى ذي العلم ربي ناس في أذعو ربي باش أخيرنو ذي العلم أخيرنو ذي مسني جيم ونسعى العلم مسؤول عن تعليمه وحسن بيانه سعيد العلم إذا قد السيوضض avec يعني الميثود المنهجية ماشي اسمها نارشي أبيبريكان العلم السعيد إذا قد تصوض الميثودولوجي باش تسيوضض سيمذانا إذا قد تصوض مسؤول ماشي أصلك ما يهمنيش هذا ديني غدرسيو نغاد فكر لا كونفيرونس خلي فهمنا قيما نو راك مسؤول معناه مادام تصعير المسؤولية إلا قد تقرص ضيمانيك وتغرض المنهجية أمشي راس السيوض العلمي تصعير سمذان دال مسؤول عن أخطائه كذلك وين أصحاب العلم المسنون سعى لا ريسبونسابيتي فين وران فين كتبان فين دنان سعى المسؤولية سي بور سا ما يمليش بالتكثاف ويا تسنقث الناس سي نورمال ولا قال في غاض الحال يتحمل المسؤولية بين يوراس ويفوسيس